لو قلتلك ان انت هتشبعي من اول قطمة ممكن ما تصدقينيش، لكن لو جربتيه هتصدقيني. تعالوا نشوف العيش اللي القطمة منه بس بتشبع وبتنفش في البطن، وبكل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. خفيف جدا ومورق جدا زي ما انتوا شايفين. عملت منه السادة وعملت منه اللي بالجبنة وعملت للأولاد بالسكر. مكوناته ردة ودقيق أبيض متعدد الأغراض وكيس كوكس خميرة حطيته هنا مع 3 معالق سكر ومية، ومعايا كمان دقيق ذرة وشوية من البيكنج باودر لو متوفر أو كيك شيف. بننخل الدقيق كويس جدا جدا، بنضيف كوباية و3/4 من الردة وزيهم من دقيق الذرة، وبنمكس كل ده مع بعضه، وبنضيف ربع كوباية من الزيت وشوية من الملح ومعلقتين من السكر وبنقلب. وكمان بنضيف الخميرة، وكنت هنسى البيكنج باودر معلقة صغيرة مليانة. بنميكس كل ده مع بعض وبنضيف المية تدريجي لغاية لما العجينة تبقى معايا طرية وبتلزق حاجة بسيطة. بنعجن فيها كتير 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 لغاية لما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هندهن البولة شوية من الزيت ونسيبها تخمر شوية. ده دليل اللي قدامكم ده على ان هي خمرت جدا، الخطوط اللي لما بتيجي تفتحي العجينة بتلاقيها. التشكيل هنا هيبقى براحتك جدا. هتفردي شوية من الزيت على الرخامة وتفردي العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وبتقطعيها الشكل اللي يعجبك لان انت اللي هتاكلي، وتعملي الحشوة كمان اللي تعجبك. انا عملت منه لشكل الباتيه، وعملت منه قالب التوست، وعملت منه كمان السادة، وعملت منه اللي محشي بالسكر. هنا هنسيب العجينة تختمر شوية. بعد ما اختمرت بنحط عليها معلقتين من اللبن وبندخلهم على أعلى درجة للحرارة لفرن مسبق التسخين، وبيطلع لنا الجمال ده كله. عندكم السادة واللي بالسكر